المرة اللي فاتت طبعا وقفنا عند ان احنا محتاجين نفهم ايه اللي بيحصل في قلوبنا وعقولنا بعد الانفصال عشان نبدأ نتعافى بشكل صحي ومبني على اساس علمي. محتاجين نعرف ده عشان نقدر نتعافى بشكل صحيح. اول حاجة عقلنا بيكون مشغول بالذكريات وبيحاول يستوعب صدمة ان كل ده مش هيكون موجود تاني. خلاص الحاجات والمشاعر الجميلة وبتاعت الحب وصباح الخير يا حبيبي كل ده مش هيبقى موجود تاني، ومليان اسئلة بيحاول يلاقي تفسير او سبب لكل اللي حصل ده. من الناحية التانية القلب بيكون فاضي وفارغ وموجوع كأنك فعلا فقدت جزء منك او حتة منك. وربنا وضح المعنى ده في القرآن لما قال: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. الآية بتورينا قد إيه الفقدان الحبيب بيأثر على القلب لدرجة إنه فعلا بيسيبه فارغ وفاضي. لولا إن ربنا ربط على قلبها كانت هتظهر وهتقول لا ده ابني اللي انتوا عمالين تدوله حب ده وحارميني منه. بعد الانفصال مش كل الناس بتتعامل بنفس الطريقة.